السلام عليكم متابعينا الأعزاء. زواج الفنان مصطفى شعبان، ولن تصدق من هي العروسة، زوجته الفنانة الجميلة. لكن قبل البداية لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. مصطفى شعبان هو ممثل مصري، ولد في مدينة القاهرة في عام 1970، وتخرج في قسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام بجامعة القاهرة. وبالرغم من عمله بالإخراج المسرحي خلال فترة الجامعة، إلا أنه توجه بكامل طاقته نحو التمثيل. بدأ مع الفنان محمد صبحي في مسرحية بالعربي الفصيح، ثم توجه للسينما وبدأ فيها في عام 1996 من خلال فيلم رومانتيكا مع الممثل والمخرج زكي فطين عبد الوهاب، وتلاه بعدها أعمال منها فتاة من إسرائيل، القبطان، الشرف، مافيا، ثم قدم أدوار البطولة من خلال أفلام أحلام عمرنا، فتح عينيك، كود 36، الوتر. توجه للدراما التلفزيونية في السنوات الأخيرة، ومن أهم أعماله عائلة الحج متولي سنة 2001، أحلام مؤجلة سنة 1999، الحلم والألم سنة 2000، العميل 101 سنة 2005، توتو بجامة سنة 2006، نسيم الروح سنة 2008، العار سنة 2010، الزناتي مجاهد سنة 2011، الزوجة الرابعة سنة 2012، مزاج الخير سنة 2013، دكتور أمراض نسا سنة 2014، مولانا العاشق سنة 2015، أبو البنات سنة 2016، اللهم إني صائم سنة 2016، أيوب سنة 2018، أبو جبل سنة 2019، ملوك الجدعنة سنة 2021، دايما عامر سنة 2022، بابا المجال سنة 2023، أبيض في أسود سنة 2023، المعلم سنة 2024. وقال مصدر مقرب من مصطفى شعبان أن مصطفى شعبان يتواجد داخل شقته الفندقية بفندق فور سيزون بالقاهرة، وتتواجد معه الراقصة الأرمينية صافيناز التي تزوجها سرا منذ عدة أيام. وأضاف المصدر أن شعبان تعرف على صافيناز أثناء التحضير لمسلسل أبو البنات الذي شاركت في بطولته، ونشأت بينهما قصة حب قصيرة ليقرر بعدها الزواج منها. واشترط الفنان مصطفى شعبان أن يكون الزواج سرا، وهذا ما وافقت عليه صافيناز على أن يسافر إلى إحدى الدول الأوروبية لقضاء أجازة هناك. وكشف الفنان المصري مصطفى شعبان سبب عدم زواجه حتى الآن، مؤكدا على استحالة زواجه من 4 نساء في وقت واحد. وقال مصطفى شعبان: السبب وراء عزوبيتي حتى الآن هو النصيب، ومن المستحيل أن أتزوج من 4 نساء في وقت واحد. وأضاف مصطفى شعبان: مررت بتجربة الخطوبة في عام 2006، ولكن عدم التفاهم وصغر السن كانت السبب وراء عدم اكتمال الزيجة. وأكد مصطفى شعبان أن العزوبية لها جوانب إيجابية ولكنها منقوصة، موضح أنه لا يشغل باله بالبحث عن عروسة، ولكنه منفتح للفكرة وهو نصيب ورزق، وقت ما يجي يا ويلكم. بعد سلسلة من الشائعات والتلميحات التي أطلقتها قمر اللبنانية حول زواجها من فنان مصري مشهور، قررت الإعلان عن اسمه، مؤكدة أنه مصطفى شعبان. وكانت الفنانة اللبنانية قد أعلنت أنها تزوجت من فنان مصري مشهور، مؤكدة أنها حامل منه في الأشهر الأولى، رافضة الإعلان عن اسمه. لكنها تراجعت وذكرت في حوار مع إحدى الصحف المصرية أن زوجها هو الفنان مصطفى شعبان. وهذا الأمر أثار غضب الفنان المصري الذي أكد أنه سيرفع دعوى قضائية ضد قمر يتهمها فيها بالتشهير بسمعته، وأنكر معرفته بها من الأساس. يذكر أن شائعات انتشرت زاعمة زواج شعبان من قمر منذ عام تقريبا، خصوصا بعدما توجه إلى بيروت حيث أمضى أجازة مع قمر في منزلها الريفي. وسرعان ما انتشرت هذه الشائعة بقوة فور إعلان قمر أنها حامل. ومن المعروف أن قمر دخلت في صراع قضائي
مع رجل الأعمال المصري الشهير جمال مروان صاحب قنوات ميلودي من أجل إثبات نسب طفلها جيمي إليه، لكن المحكمة شطبت الدعوة بعد أن فشلت الفنانة اللبنانية في إجراء فحص الحمض النووي لابنها. جدل كبير أثير على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية بعد انتشار خبر عن زواج الفنان مصطفى شعبان من هدى الناظر مديرة أعمال عمرو دياب السابقة، وتداول بعض المواقع أخبارا عن عقدهما القران قبل شهرين. وفجر مصدر مقرب من الفنان مصطفى شعبان مفاجأة حول تلك الأخبار، حيث قال أن ما يتم تداوله عن عقد قران مصطفى شعبان وهدى الناظر غير صحيح بالمرة، مؤكدا أنهما ارتبطا بالفعل عاطفيا وأن الارتباط بات رسميا لم يعقد قرانهما، إلى أن الفنان مصطفى شعبان أكد بأنه أعزب ولم يتزوج حتى الآن. انتهى الفيديو، لكن أرجو منكم قبل المغادرة ألا تنسونا من الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد.